فأنت يا أيها الإنسان إذا أعرضت عن أمر ربك عز وجل وتركته وراءك ظهريا وعصيت الله ولم تقم لدين الله عز وجل وزنا لا في قلبك ولا على أرضك، فأنت مساهم في هذا الخور وهذا الجبن وهذا الوهن الذي نراه اليوم. لذلك هذا الشعور الذي تشعر به الآن وأنت تنظر إلى هذه المآسي التي حلت بإخواننا في غزة، إن لم ينعكس عليك وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله فلا خير في هذا الحزن. مع الأسف نحن نعاني من تأقيت التأثير، تأقيت المشاعر. إذا حدثت للمسلمين أزمة اهتم الناس برهة من الزمن وتفاعلوا معها شعوريا أياما قليلة، فإذا ما خفتت الأخبار ووضعت في الحرب الأوزار نسي الناس وعادوا إلى ما كانوا عليه ونسوا وتخلوا، وهكذا. فإذا ما نزلت نازلة مرة أخرى رجع الاهتمام الذي لا يتجاوز كلمات تكتب وصورة تعلق واهتماما ومتابعة لخبر يذاع، أما أثر عملي على الإنسان لا يوجد. هذا اهتمام لا خير فيه ووجوده كعدمه. ينبغي أن ينعكس هذا علينا. قد رأينا بأم أعيننا كيف أن أعداء الله الكفار قد كذبوا علانية جهارا نهارا أنهم مدنيون وأنهم محايدون، وأعلنوا ورفعوا شعارات الحرية والحيادية والعلمانية وغيرها من الشعارات التي صدعوا بها رؤوسنا حتى أصبح سفهاؤنا وحمقانا يرددونها. انظروا إلى هؤلاء، انظروا إلى الحريات عندهم، الأديان كلهم سواسية على مستوى واحد من الجميع، انظروا إلى الحرية. فأتت هذه الأزمة فأزاحت الستار عن كثير من الحقائق، وأن هؤلاء ينطلقون من منطلقاتهم الدينية، بل يصرحون بها ويجاهرون بها ويعتبرون هذه الحرب حربا دينية مقدسة، والمصيبة أنهم يعلنونها دون خوف من المسلمين. فإذا ما تكلم مسلم هنا أو هناك بعبارة كجهاد ونحوه اتهم بسيل الاتهامات والمفتريات، حلال عليهم حرام على المسلمين. هذا الأمر ينبغي أن يعيد الإنسان أمامه حساباته ونظراته لحقيقة تمسكه بدينه.